تعرف إن القصة الأصلية لعروسة البحر الصغيرة من أكتر الحاجات المأساوية اللي ممكن تسمع عنها في حياتك؟ عالم ديزني الجميل دايما بيحول كل القصص الخرافية لنهايات سعيدة، وعروس البحر الصغيرة مش استثناء. القصة طبعا اللي كلنا عارفينها عن إيريال اللي اتجوزت الأمير إيريك بعد ما غلبت الساحرة الشريرة أورسولا. ولكن هنا اللي يمكن كتير ما يعرفوش هو إن القصة الأصلية واخدة منحنى تاني خالص، لا فعلا بجد منحنى تاني ومختلف. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده. وقبل ما نغوص اكتر في التفاصيل ما تنساش لو انت اول مره على القناه تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني. ويلا بينا نكمل. هنكشف مع بعض القصه الحقيقيه والمأساويه لاريال. معظم الناس ما يعرفوش ان قصه عروس البحر الصغيره ما بدأتش في استوديوهات ديزني اصلا. ديزني طبعا ليها فضل ضخم في تشكيل طفولة ملايين ويمكن مليارات الناس على مدار السنين. من أول فيلم ليهم سنو وايت اللي اتعرض من حوالي 100 سنة تقريبا في سنة 1937، وهم بيكملوا يصنعوا أفلام بتسيب أثر كبير في الأطفال. بس هنا بقى لما بنكبر بنبتدي نكتشف إن القصص الأصلية كانت مختلفة تماما عن اللي بنشوفه على التلفزيون أو حتى في السينما، وده بالظبط اللي حصل مع قصة أريل. الكل عارف إن عروس البحر الصغيرة قصة خرافية، لكن اللي ناس كتير جدا مش عارفاه إن هي قصة دنماركية الأصل. والكاتب بتاعها هو هانس كريستون اللي كتب الحكايه دي سنه 1837، يعني بالظبط قبل ما ديزني تعمل سنو وايت ب 100 سنه كامله، وده بصراحه شيء مدهش جدا. المثير اكتر للاهتمام هنا ان الدنمارك هي ارض الفايكنج القدام زمان اللي طبعا كانوا بيرعبوا الدنيا. فالفايكنج هنا كانوا ناس بتحب البحر جدا وبيسافروا بالسفن، وحتى بعد ما بقوا مسيحيين فضل البحر جزء اساسي من حياتهم. فالسبب ان القصة بتحكي عن مخلوقة بحرية وقعت في حب انسان بالظبط زي الفيلم، والموضوع ده خلى القصة وكتابها يشتهروا جدا في الدنمارك، لدرجة كمان ان عاصمة الدنمارك نفسها في تمثال اتعمل تكريما لعروس البحر الصغيرة. التمثال ده اتنحت سنة 1913، والحقيقة هنا ان في اول فيلم الاريال في مشهد ليها وهي في نفس الوضعية بالظبط بتاعة التمثال ده. بس دلوقتي بعد ما حكينا الجزء اللطيف من القصة جه وقت ندخل في الجزء التقيل والمظلم منها. فزي ما قلنا قبل كده قصة عروس البحر الصغيرة نهايتها مختلفة تماما عن نهاية فيلم ديزني اللي احنا عارفينه، بس البداية تقريبا شبه بعض. القصة بتحكي عن عروسة بحر صغيرة بتحب تسبح في البحر مع اخواتها، وزي اريال هي اصغر واحدة فيهم، بس المرة دي عندها 5 اخوات مش 7 زي في الفيلم بالظبط. في القصة الأصلية هي عايشة مع ملك البحر اللي بيكون في الحقيقة عمها الكبير، ولما بيجي يوم بلوغها يعني لما بتتم مثلا 15 سنة بيسمح ليها إنها تطلع لسطح البحر لأول مرة. وبما إنها الأصغر إخواتها كانوا طلعوا قبل كده كذا مرة، وكل مرة بيرجعوا فيها كانوا بيحكوا قصص ومغامرات جديدة عن العالم اللي فوق. وده بقى بيخلي عروسة البحر الصغيرة تبقى فضولية جدا ومتحمسة تعرف إيه اللي بيحصل فوق السطح، وده كله عن العالم اللي فوق البحر وعن شكل البشر الحقيقيين اللي عايشين هناك، لحد ما جه اليوم الكبير اللي تمت فيه 15 سنة. واخيرا بقى دورها ان هي تطلع وتشوف العالم اللي برا البحر. واول ما طلعت لسطح المية شافت امير وسيم راكب مركب، وطبعا في اللحظة دي وقعت في حبه بجنون، واللي هو بنسميه حب من اول نظرة على الاقل من ناحيتها هي، لان الامير ما شافهاش اصلا. ولكن هنا بالصدفة الحزينة وهتفهم ليه بعد شوية قامت عاصفة قوية جدا اللي خلت المركب تتقلب تقريبا، والأمير وقع في البحر وهو فاقد الوعي تماما زي المشهد اللي في فيلم ديزني لما إيريك بيغرق. وبما إنها كانت مغرمة بيه جدا جريت، أو بمعنى أصح بدأت تعوم بسرعة ناحيته علشان خاطر تنقذه، وأخدته كمان لشاطئ قريب من معبد، وقعدت هناك تحرسه لحد ما واحدة ست من اللي عايشين في المعبد شافته وأخدته جوه علشان خاطر تعالجه. الأمير عمره ما شاف المنقذ الحقيقي بتاعه لأنه كان فاقد الوعي طول الوقت، يعني ما يعرفش إن اللي أنقذته كانت عروسة بحر. وفي القصة كمان جدتها قالت لها إن عروسة البحر لما بتموت بتتحول لرغوة بحر وتختفي تماما، أما البشر في حياتهم قصيرة جدا مقارنة بالعرائس بتوع البحر، بس لما بيموتوا أرواحهم بتبقى خالدة وكمان بتطلع للسماء. والحتة دي مش موجودة في فيلم ديزني، بس بعدها بيحصل أكتر جزء مثير ومؤلم في القصة كلها. هي هنا طبعا بتسمع الكلام ده من جدتها. بعد ما سمعت اريل الكلام ده ما اكتفتش انها تقع في حب الامير، لكن كمان بقت عاوزه يكون عندها روح خالده زيه، فقررت تروح للساحره الشريره في البحر علشان خاطر تساعدها تحقق الحلمين دول. الساحره قالت لها انها ممكن تديها جرعه سحريه تحولها بالكامل لانسانه برجلين وكمان رئه، بس في المقابل هيحصل 3 حاجات صعبه جدا.
أول حاجة منهم هتخسر صوتها للأبد، تاني حاجة كل خطوة هتمشيها على رجليها هتحس إنها ماشية على سكاكين، وتالت حاجة مش هتقدر ترجع للبحر تاني أبدا. وكأن ده مش كفاية، الساحرة زودت التيم بلة وقالت لها حتى لو اتحولتي لإنسانة مش هتحصلي على روح الأبدية دي غير لو الأمير فعلا حبك بصدق، وكمان باسك بوسة حقيقية واتجوزك في النهاية. أما بقى لو الأمير اتجوز بنت تانية، في الليلة بتاعت فرحهم أريال قلبها يتكسر نصين وتتحول لرغوة بحر وكمان تختفي. الصفقة دي كانت صعبة جدا مش صح كده؟ بس رغم كل ده أريال وافقت وشربت الجرعة وتحولت فعلا لبشرية، وقابلت الأمير اللي انبهر بجمالها ورقتها رغم إنها ما كانتش بتتكلم، ولأن الأمير كان بيحب الرقص كانت بترقص له طول الوقت رغم الألم الرهيب في رجليها اللي كان بيخليها تنزف دم وهي ماشية. ولكن الملك والد الأمير أمر ابنه إنه يتجوز بنت ملك دولة تانية علشان خاطر يعملوا تحالف بين المملكتين، بس الأمير قال لأريال إنه مش ناوي يتجوزها لأنه بيحب البنت اللي أنقذته من الغرق، اللي هو فاكر إنها البنت اللي كانت في المعبد، لكن في الحقيقة هي كانت أريال نفسها، واللي زود التيم بلة إنه اتعرف على البنت دي أصلا بسبب أريال اللي أنقذته. لكن لما أجبر أبوه يقابل عروسته الموعودة اكتشف إنها فعلا هي نفس البنت اللي لقيته فاقد الوعي على الشاطئ عند المعبد. وفي اللحظة دي أريال حست إن نهايتها خلاص قربت فعلا، وما قدرتش هنا تتكلم أو حتى تقول الحقيقة لأنها خلاص ما عندهاش صوت. وفي آخر لحظات حياتها ظهروا إخواتها الخمسة على الشاطئ وقالوا لها إن هم عملوا صفقة جديدة مع الساحرة. إخواتها الخمسة قص شعرهم الطويل الجميل وادوا للساحرة الشريرة مقابل خنجر فضي علشان خاطر أريال تقدر تنقذ نفسها من الموت. الصفقة كانت إن أريال لازم تطعن الأمير بالخنجر وتسيب دمه ينزل على رجليها، ساعتها ديلها كعروسة بحر هيظهر تاني وتقدر ترجع للبحر وتعيش عادية جدا. وبالفعل أريال مسكت الخنجر ودخلت أوضة الأمير وهو نايم جنب زوجته، لكن أول ما بصت عليه وشافته نايم في سلام افتكرت كل اللحظات اللي حبته فيها وحست إن هي مستحيل تقدر تقتله حتى لو ده معناه إنها هتموت مكانه. وفي آخر لحظة من حياتها رمت الخنجر من الشباك وبعدها رمت نفسها في البحر، ولما جسمها لمس المية اتحولت لرغوة بيضة فوق سطح البحر، وده طبعا كان علامة موتها. ولكن استنى، القصة لسه ما خلصتش هنا. بعد شوية الشمس طلعت وقالت دلوقتي بقت روح شفافة بدأت تحس بدفء الشمس على جسمها، وساعتها فهمت إنها حصلت فعلا على روح خالدة. الأرواح التانية قالت لها إنها خدت المكافأة دي علشان خاطر اختارت الحب والتضحية بدل ما تختار الأنانية وتسعى للروح الأبدية بأي تمن. أما بالنسبة للأمير فصحي من نومه وراح لنفس الشباك اللي أريال رمت نفسها منه وبص على الأفق وهو سامع أغنية جميلة، الأغنية اللي أريال كانت بتغنيها له وهو فاقد الوعي، ولكن المرة دي اللي كانت بتغنيها هي مراته الجديدة، فقال وهو مبتسم يبقى انت لسه فاكرة الأغنية دي بعد كل ده. وهنا بتنتهي القصة الأصلية نهاية حزينة لكنها فيها بصيص من الأمل، لأن رغم إن أريال ما خدتش قبلة الحب الحقيقي إلا إنها كسبت روح خالدة وراحة أبدية. وأنا بصراحة مبسوط جدا إن فيلم ديزني ما كانش كده، لأن النهاية دي كانت ممكن تدمر طفولة أجيال كاملة. بس من غير شك القصة دي بتفضل من أعمق وأجمل قصص الحب المأساوية اللي اتكتبت في التاريخ. وبس كده وصلنا النهاية، وكالعادة هستنى رأيكم في الكومنتات، كنت فعلا تفضلوا النهاية دي ولا نهاية ديزني السعيدة؟ ولو وصلت بقى لحد هنا وأول مرة على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك عشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.